بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الدرس الثالث من برنامج سكراتش. تعرفنا في الدرس السابق على طريقة إضافة كائن وعمل حركة للكائن. اليوم نتعرف على طريقة إضافة صورة في الخلفية أو المنصة، وكذلك تغيير الصورة باستمرار. أول حاجة بنروح نضغط على المنصة، بعد كده بنروح على أداة التحكم ونختار عند النقر على العلم الأخضر. بختار عند النقر على العلم الأخضر ليه؟ علشان عند التشغيل على العلم الأخضر يبدأ تغيير الخلفية. أول حاجة بروح على الخلفيات وبختار الخلفيات المناسبة. اختار استيراد، وليكن مثلا نختار سبورت. نختار مجموعة من الخلفيات. دي الخلفية الأولى، الثانية، استيراد، الثالثة. موافق. في موجود عندنا هنا كمان الخلفية البيضاء. لا يمكن حذف الخلفية البيضاء إلا بعد إضافة ولو صورة واحدة. بعد كده نضغط على أداة إكس. كده إحنا حذفنا الخلفية البيضاء. نرجع مرة تانية إلى المقاطع البرمجية. إحنا كنا أضفنا أداة التحكم عند النقر على العلم الأخضر. نذهب إلى المظاهر ونختار الخلفية التالية. نشغل ونشوف ايه اللي يظهر معانا. هو كده غير خلفية واحدة بس. علشان يكرر مجموعة الخلفيات اللي انا استخدمتها بروح اعمل ايقاف واختار من التحكم كرر باستمرار. نشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. ضغطنا على العلم الاخضر. الخلفيات بتتغير، بس بتتغير بسرعة جدا. لازم ان انا اضيف لها وقت. عشان اضيف لها وقت بختار من التحكم واختار انتظر. انتظر 1 ثانية، يعني معنى كده ان الخلفية بتاعتي دي بتتبدل كل 1 ثانية. ممكن ازود الوقت شوية اخليه 2 ثانية او 3 ثانية. 2. بعد كده ايقاف، وبعد كده برجع اعمل عملية تشغيل مرة اخرى. وبذلك نكون وصلنا الى نهاية الحلقة.